من جديد أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. إذا فمن مقابلة تونس ضد المنتخب يعني منتخب السويد، في حقيقة أنا قلت سابقا بأن المنتخب يعني في اللقاء اللي جمع بين مع منتخب بلجيكا، قلت بأن المنتخب التونسي قد يعني ودع المنافسة مبكرا. لهذا فالمنتخب التونسي فمنتخب تونسي فيعني خيبة أمل في الحقيقة لتونس وكذلك للعرب. إذا فصراحة الآن يعتبر المنتخب التونسي من بين أضعف الفرق يعني التي كانت مشاركة. فرق أقول مشاركة وليس لها أول مرة. هناك فرق منتخبات شاركت لأول مرة، مثلا كوراسو على ما أعتقد هزمت أمام ألمانيا، ولكن المنتخب التونسي أضعف الفرق التي شاركت، لأن ليس المشاركة فهو أضعف فريق. و بالنسبة للمنتخب التونسي أقول لا عليه أن ينسى المونديال، هذا المونديال، وينظر إلى المستقبل، إلا أن فاته قطاع في هذا المونديال الأمريكي، فهو ليس له حظ نهائيا. المنتخب التونسي أسباب يعني لعدم الجاهزية وعدم وجود نجوم، وكذلك الاعتماد على يعني المنتخب الأسباب ديالو أنه ليس هناك فريق متكامل لحد الآن. ف لابد أن تمر الفرق من كبوات ومن كما تمر والآن كما نلاحظ أن المنتخب الإيطالي هو فريق قوي وفاز كذلك بالألقاب العالمية، ولكن أول سنوات هو الآن لم يستطيع الوصول إلى المشاركة في نهائي كأس العالم. إذن فلا بد من كبوات. الفريق التونسي الآن يمر بكبوة، يجب الإصلاح والعودة في المنافسات المقبلة. أبدا فالمنتخب التونسي لا يستطيع الآن الرجوع. هناك فرق أخرى هولندا واليابان لا يمكن. فما هو عليه الآن هو أن يحافظ على أقل ما يستقبل أقل الأهداف، يعني يحافظ على يعني نسبة أهداف ما تكونش أهداف قوية، فيحاول باش ينهزم بإصابتين أو ثلاثة فقط، لأن الفرق الأخرى هولندا واليابان فالكمبيوتر الياباني لا يتوقف، والطحانة الهولندية كذلك فريق كبير، والمنتخب التونسي نعرف أنه فريق متذبذب لجميع يعني الصفوف ديالو كلها متذبذبة. إذا ليس هناك تناسق، ليس انسجام، أخطاء كثيرة خصوصا في الدفاع. على أي فالمنتخب التونسي ما عليه إلا أن، وكما تلاحظ أنه الآن أصبح بدون مدرب، تم الإعلان عن استقالة المدرب التونسي. إذا نتمنى لتونس أن تعود، ولكن هذا المونديال فعليه بالنسيان. دائما معكم برنامجكم المفضل العرب في المونديال. نضرب لكم موعد مع الأخ تيباري. السلام عليكم.